بسمة بوسيل تفضح المستور. نشرت الفنانة المغربية معتزلة بسمة بوسيل طليقة الفنان المصري تامر حسني فيديو منسوب لزوجها تامر وهو يحتفل بزواج صديقته ومديرة أعماله، وعلقت عليه قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هالة. هذا ما جعل جمهورها يتساءل عن ماهية المشكلة، وما علاقة مديرة أعمال الفنان تامر حسني بمشكلة الطلاق التي أقرها الاثنين مؤخرا، إذ تمنيا لبعضهما الخير واجتمعا فيما بعد في احتفال بعيد ميلاد ابنتيهما تاليا وأمايا. وأعادت بوسيل تدوين عبر خاصية ستوري الخاص بها في انستغرام، أقرت من خلالها أن احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك، بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك. ليربط الجمهور الأمر بما كانت نشرته بسمة قبل سنة تقر من خلاله على أنها انخدعت وتأذت من أقرب الناس لها. عبر تدوينة قالت فيها: نفسني ربنا ياخد لي من إنسانة عاملة نفسها ملاك في حياتنا، بس للأسف شيطان أكلت ما بيننا عيش وملح، بس للأسف أذتني ومش قادرة أسامحها. ادعوا لي ربنا يجيب لي حق منها، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هالة. لتفضح بسمة المستور وتؤكد عبر طريقة غير مباشرة عن سبب طلاقها من الفنان تامر حسني، هو تدخل مديرة أعماله هالة التي شكرها تامر وهنأها بزواجها واحتفل معها، مما جعل بسمة تخرج عن صمتها وتلوم تامر عن ما قام به، بعدما أكدت للمتابعين أن هالة هي سبب الطلاق. وهذا ما تناولته مجموعة من المواقع الإلكترونية، إذ توالت العديد من الأخبار تروج أن المدعوة هالة مديرة العلاقات الخاصة بالسوشيال ميديا لتامر حسني عرفته على شابة تعرف باسم يارا السكري، وقد ظهرت معه في فيلم الفلوس، وهي ابنة للمخرج المصري عبد العزيز السكري، وكذلك عارضة أزياء حصلت مؤخرا على لقب ملكة جمال إليت، وطاردتها شائعات الزواج عرفيا من تامر. وفي الأخير عملت بسمة بوسيل انفولو لتامر في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وحذفت جميع الصور التي تربطها معه، بينما تامر لا زال يتابعها ولم يخرج بأي تصريح لحد الساعة.